هتصدقني لو قلت لك ان ملايين على كوكب الارض بكوا عشان الكرة ديت؟ مش مصدقني؟ ويلسون صديق توم هانكس في احد اعظم افلام تاريخ السينما العالميه. معلش خلونا النهارده بقى نهرب كده من الاحداث المأساويه والمشاهد المؤلمه اللي حوالينا واخدكم الجوله معايا في السينما. فيلم كاستاوي، واللي لاول مره بيتعرض 3D. الفيلم قصته عن بطل بتقع طيارته في البحر وبينجو وبيترمي في جزيره يعيش عليها لوحده ومحاصره البحر من كل الجهات. نجيب الفشار بتاعنا. ايوه ده الفيلم بتاعنا كاستاوي، اللي المؤلف سمى البطل فيه نولاند، يعني بلا ارض، نو لاند، نفس التسميه اللي سماها اصحاب وعد بولفور للفلسطينيين. الفيلم بيبدا بالبطل اللي كانت حياته مستقره، عنده احلام وطموحات، لحد ما طياره شحن وقعت بيه وكانت سبب مأساته في الفيلم، فتحول لشخص منبوذ في جزيره نائيه منعزله رغم اتساعها عليه، الا انها كانت تعتبر سجن كبير محوط البحر من كل حته. بالظبط زي ما جه في بالكم، عندنا في القرن ال21 جزيره نائيه برضه معزوله اسمها غزه، بس الفرق ان غزه كانت سبب مأساتها طياره حربيه. من اساسيات السينما ان هي تبالغ في المشاهد لاقصى درجه عشان خيالك يقدر يستوعب افورة المشاعر، زي بطلنا كده في الفيلم في صراعه مع البقاء ما عندوش اي اساسيات للحياه، بيشيل صاحبه من وسط الميه عشان يدفنهم. اظن ان البطل والمؤلف والمخرج كل دول ما جاش في بالهم ابدا ان بعد 23 سنه من تصويرهم للمشهد ده يحصل وبنفس الطريقه في الحقيقه في غزه اللي اتمنع عنها ابسط اسس الحياه. بس الفرق ان بطلنا قدر يلاقي مكان كريم يدفن فيه اصحابه ويعمل شاهد قبر حتى لو بالطباشير، عكس غزه من منطق اسرائيل فيها لا ترفق بحي ولا تكرم ميت. اجبرت اهل غزه على دفن ضحاياهم بين الرصيف وجابوا الجرافات تشيل شواهد قبور. في فيلمنا نولاند بيصرخ باعلى صوته متشبثا باخر امل ليه في الحياه، بس للاسف كلها صرخات استغاثه بلا اي جدوى. البطل في جزيره محاصره بالبحر من كل اتجاه. يا لو البطل ده كان محاصر مثلا في شبه الجزيره العربيه جنب اخواته، ولا عنده معبر رفح يدخل له منه اكل ومساعدات، اظن لو خلعنا نضاره السينما ديت فرص النجاه تبقى احسن بكتير للبطل. في غزه برضه الاستغاثه بلا جدوى. في فيلمنا بطلنا نولاند كان بيستغيث لانه واثق ان اهله وناسه هيدوروا عليه ومش هينسوه وهيقفوا معاه، وفعلا بعتوا له طيارات اكتر من مره لانقاذه وما لقوهوش. بس طبعا كلنا عارفين ان ده في سياق العمل الدرامي. في غزه بقى اصحاب الطيارات والمعالي والسمو عملوا قمه عربيه، وبرضه كان في السياق الدرامي. في فيلمنا نولاند صرخاته راحت وسط الامواج العاليه والرياح القويه، وفي غزه صرخاتهم راحت وسط المعبر المقفول. في كاستاوي نولاند كانت احد وسائله للفت انتباه العالم الخارجي هو كشافه اللي قعد يصرخ بيه للسفن لحد ما الكشاف تدريجيا بطاريته فصلت تماما. لكن في غزه بدا ضوء الكشاف يقل واحد ورا التاني، وبدانا كل يوم نفقد كشاف ورا كشاف لحد ما فقدنا اكتر من 100 صحفي لحد دلوقتي. المؤلف والمخرج في الفيلم قدروا يحسسونا بالوحده اللي عايشها البطل، اللي عبر عنها البطل بنظراته للكهف، انه مش قادر يرمش له جفن من الخوف من المجهول، انه خايف مثلا يطلع له وحش من الكهف، يطلع له تعبان او طياره حربيه. الممثل العبقري هو اللي يقدر يحول النص الادبي لمشاعر توصل للمشاهد ويصدقها. توم هانكس البعض رشحه للاوسكار في ادائه في مشهد خلع الضرس باسلوب بدائي من غير بنج، اللي هو قدر يعبر عنها بتعبيرات وشه، باحساسه بالالم كانه حقيقي. المشهد من شده الالم فقد وعيه فيه مع انه تمثيل، بس الكل تفاعل معاه كأن ضرسنا احنا هو اللي بتخلع. بس ثانيه واحده، لو وقفت المشهد ده وعملت زوم اوت هتلاقي المخرج والمؤلف وطاقم التصوير والكاست كله واقف يتفرج عليه من بره التصوير وبيسقفوا له من روعه الاداء. لكن في غزه عمليات الاطفال والنساء والشيوخ بيتم فيها بتر اعضاء بدون اي بنج او خياطه للجروح
وعمليات لساعات طويله بلا توافر اي امكانيات طبيه او حتى تعقيم. في نفس الوقت لو عملت زوم اوت هتلاقي مستشفى مدمره واحتمال تتقصف اثناء العمليه. تحس ان هم ادونا النضاره ديت علشان ما نشوفش الواقع. طبعا انت مش متاثر باي حاجه من اللي قلتها ديت، وهتحس ازاي يا عم ويلسون؟ ما انت حته كره جلد متبلده المشاعر. بس انا جايبك عشان اقول لك ان نفس القصه بتحصل في غزه. انا كنت هجيب مسؤول عربي يقعد مكانك، بس قلت اكيد انت هتحس عنه. اوعى عادي يا ويلسون يكون عندك ازدواجيه معايير. اوعى تتاثر بنولاند صاحبك وما تتاثرش باللي بيحصل في غزه. ده نفس اللي انا وريته لك بالظبط، نفس القصه. الاتنين كانت حياتهم مستقره وكل واحد فيهم عنده احلام وطموحات. فجاه يا عم نيلسون تحولوا لاشخاص منبوذين في جزيره معزوله عن العالم. حتى صاحبك نولاند كان عنده خيار ان هو ياخد مركب بدائي يحطه في وسط البحر ويسيب الريح تسوقه للعالم المتحضر. تخيل يا نيلسون، حتى الخيار ده مش موجود عند اهل غزه، لان عندهم البحر متحوط بالاحتلال والبر متحاصر من اخ. في نهايه الفيلم يا سيدي نولاند بيرجع لحياته الطبيعيه لان المخرج الامريكي عايز كده. لكن تعرف يا نيلسون ان اهل غزه هيعيشوا بخيبه امل واحساس الخذلان طول حياتهم. وتخيل ليه؟ لان المخرج الامريكي برضه عايز كده. بس تعرف يا ويلسون، في المشهد بتاع صرخات نولاند عشان فقدك كلنا زعلنا عليك. انا نفسي عيطت في المشهد رغم ان انت حته كره جلد ما عندهاش مشاعر. بس اتاثرنا عشان كان بيعتبرك صديقه اللي انس وحدته وبيسمع شكوته. حسينا بيه معاك، كنت شاهد على معاناته رغم ان انت ما عندكش عيون. اتأثرنا عشان حسينا ان انت بتنتمي ليه وغالي عليه. شوف بقى يا ويلسون، في غزة اللي بيفقد مش كرة جلد، مش مجرد حاجة بدون مشاعر. اللي بيفقد أرواح كانت جزء بجد من صاحبها. اللي بيفقد أشخاص أهلهم ارتبطوا بيهم لسنين طويلة قوي، بيضطروا أحيانا ياخدوا 500 حقنة عشان يجيبوا طفل منهم. طفل يبقى حتة من لحمه بجد، ويشوف في الطفل البراءة فيتكون جواه مشاعر أكبر ناحيته، ويربيه ويشوفه بيكبر قصاد عينه ويرتبط بيه لسنين. فجأة كل شقاه بيروح في ثانية، حتة منه بتختفي يا ويلسون. بقينا في زمن يا ويلسون الناس دمها أرخص من الكرة الجلد. لا أرخص بجد. ويلسون بعد الفيلم اتباع في مزاد علني ب 300,000 دولار. العالم اتأثر بويلسون لدرجة إنه دفع كل ده عشان يحس إن الكرة الجلد ديت بقت في أمان ومش مفقودة. في الوقت اللي غزة بتزف فيه 20,000 شهيد وأكتر من 100,000 مصاب ما دخلهاش مساعدات 300 دولار. عشان كده بنقول للعالم اللي اتأثر بكاستاوي ما تخليش قلبك كرة جلد يا نيلسون، وتأثر وخليك إنسان بغزاوي.